السلام عليكم حباباتي وصحباتي والناس اللي عزاز على قلبي في قناتي شهوات المطبخ الاقتصادي. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معاكم عشيوة سهلة ماهلة اقتصادية، مكوناتها متواجدين في كل بيت. وجدوها غير في المقلة في 10 دقائق، وهالعشيوة ديالكم واجدة، كتجي لذيذة وبنينة ما تشبعوش منها، وطريقة التحضير ديالها سهلة وسريعة. خليكم معايا اخواتي حتى لنهايه الفيديو. وكيف العاده قبل ما نبداو ما تنسونيش واحد اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا قناتي كنقول لكم ديروا ابوني وشغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. غنبداو بسم الله. عندي علبه ديال الطون، 3 الحبات ديال البصله، 3 البيضات، و3 ديال الفلافل حمر. بالنسبه للفلافل ماشي بالضروري يكونوا حمر، الا كانت عندكم فلفله صفراء راه كتجي لذيذه اكثر من هاد الحمراء، ما كانتش ديروا واخا حتى الخضراء. المهم اي نوع د الفلافل كان عندكم. كناخذ هاد البصله وكنقطعها هكا مربعات، وحتى هاد الفلفله هادي كنحيد لها ديك النواشه الخضراء وكنحيد لها الزريعه، وغادي نقطعها حتى هي مربعات. كيف قلت لكم عشيوه سهله ماهله اقتصاديه، والاهم انها لذيذه وبنينه وما كتاخدش منا وقت بزاف في الكوزينه. حتى لاخر لحظه ووجدوها في 10 دقائق وها العشيوه ديالكم واجده. عشيوه خفيفه كيف قلت لكم بحال هاد الوصفات هادي اللي كيكونوا هكايا خفافين وسراعين راه حنا كنحتاجوهم بزاف في فصل الصيف. من بعد ما غادي نقطع هاد الفلفله هادي غادي ندوزو باش نحضروها في المقله. غادي ناخذ داك الطون وغادي نصفي الزيت ديالو. استعملوا الطون اللي هكا، الطون غير ديال الزيت ماشي الطون ديال صوص طوماط. من بعد ما صفيت داك الزيت ديال الطون فيه غادي نشحر هاد البصله وهاد الفلفله. علاش انا استعملت داك الزيت ديال الطون؟ باش هاد الوجبه هادي كتجينا لذيذه وبنينه. صافي كنخلط ديك البصله مع ديك الفلفله حتى تتشرب ليا داك الزيت ديال الطون. غادي نضيف الملحه دائما على حسب الذوق. غادي نخلط وغادي نغطي هاد المقيله وغادي نخلي حتى غتنزل ليا ديك البصله مع ديك الفلفله. ومن بعد ما نزلات تقريبا دازت واحد 10 دقائق، عريت على المقيله. هانتوما راه البصله نزلات والفلفله حتى هي. ما تخليوش البصله حتى تنزل في مره وتولي، يعني خليوها قابطه راسها واحد شويه. دابا غادي نضيف واحد نص معلقه ديال ازير اولا اكليله الجبل، نص معلقه ديال الابزار، ونص معلقه ديال بودره الثوم. عرفتوا داك اكليله الجبل اولا ازير راه كيعطي واحد اللذه وواحد البنه، خصوصا مع هاد الطون هذا راه كيجي رائع. ما كانش عندكم يمكن لكم ديروا واحد شويه ديال الزعتر تحكوه بين يديكم. خديت ديك العلبه ديال الطون وكنحاول انني نفرتتها هكا بهاد الفرشيطه هادي باش نفرتت داك الطون. وغادي نزيدو على هاد البصله وهاد الفلفله هادي. كيف قلت لكم عشيوه سهله ماهله، بلا كثره المكونات، فقط بثلاثه د المكونات: البصله وفلفله وعلبه ديال الطون. وهانتوما محضرين ألذ واروع وجبه. كنخلط مزيان باش داك الطون يدخل ليا في وسط ديك البصله وديك الفلفله. غادي نغطي عليه غير واحد دقيقه اولا 2 دقائق، غير باش ديك الفلفله مع ديك البصله تشرب ليا ديك النكهه ديال الطون. غادي ندوزو نحضروا هاد البيض. هنا خديت 3 ديال البيضات اللي غادي نضيف لهم الملحه من طبيعه الحال على حسب الذوق، وغادي نسمهم حتى هما بواحد شويه ديال الازير. بما انني درت الازير في الحشوه فحتى البيض غادي نسمو بشويه ديال الازير. كنطرب مزيان هاد 3 ديال البيضات، وغادي نزيد عليهم واحد الكميه قليله ديال الفرماج. اي نوع ديال الفرماج كان عندكم، هاد الفرماج غير كيزيد لنا واحد التعليكه لهاد الوجبه هادي. صافي كنطرب كل شيء مزيان
وغادي ندوزو باش نخويوه على المقيله ديالنا. هانتوما شوفوا تبارك الله المقيله كتكتك، هانتوما والريحه راها ما شاء الله. صدقوني هاد الوصفات هادي اللي كيكونوا خفافين وسراعين راهم كيجيو لذاذين، خصوصا الا عرفتوا كيفاش ديروا تعادلوا ما بين النكهات. صافي كنحاول انني نقادد هاد الحشوه هادي بهذا الشكل هذا، كنسطحها هكا في هاد المقله وكنخوي عليها داك البيض بهذا الشكل هذا. هانتوما الصراحه راه كيف قلت لكم فاش يسخن الحال وكيكون الصيف راه حنا كنبغيو هاد الوصفات هادي، ما كنبغيوش داك قوه المراقي، كنتفاداوهم. كنبقى هكايا بالمعلقه كنحاول انني ندخل داك البيض في قلب هاد البصله مع هاد الفلفله بهذا الشكل هذا. ومن بعد باش نزيد نزينها عندي واحد المزيود اولا فلفله حاره صغيره اللي قطعتها هكايا دوائر، كنحطهم هكا على الوجه كيف كنعرفوا الطون كيبغي الحار، فدرت هاد الدوائر ديال هاد المزيود هذا. وصافي غادي نغطي على المقيله وغادي نخلي داك البيض حتى يطيب ويشد راسو. اخواتي ما تنسونيش واحد اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، عرفتي تمنيتكم حتى نتوما تجربوا هاد الوصفه. وصفه سهله اقتصاديه لذيذه وبنينه. من بعد ما طاب ليا البيض انا غادي نقطع طريف باش نوريكم الشكل ديالو كيف كيجي. هانتوما راه كتجي لذيذه لذيذه واحد اللذه ما نقولكمش. وجدوها للعشيوه مع كويس داتاي اولا عصير اولا مناضه، شنو ما بغيتو نتوما. كتكون هذه هي الوجبة اللي اقترحت عليكم. كنتمنى انكم تجربوها، وقبل ما تغادروني ما تنسونيش واحد اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله.